حرفيا الخبر ده هو اسوأ حاجه الواحد ممكن يشوفها النهارده. يعني انت واحد عمال يماطل في التجديد بقاله 6 شهور، ونزلت اكتر من مره انك زملكاوي وعمرك ما هتسيب الزمالك، فدلوقتي اقل حاجه تتقال عليك انك واحد خاين. هتقولي الاداره مش الاداره، هقول لك اداره فاشله، بس فكره انك تفكر في الاهلي دي في حد ذاتها خيانه، حتى لو الاداره عرضت عليك فلوس اقل من اللي انت عايزها واتاخرت في التجديد. لانك كده خنت الجمهور اللي بيحبك وعملك وجريت ورا الفلوس انت وابوك اللي ممشيك ده. كنت تقدر تقعد في الزمالك وتبقى اسطوره زي ما انت قلت قبل كده، وكده كده لما تقعد هتبقى احسن لعيب في الفرقه وبتاخد 40 ولا 50 مليون، وهتبقى حافظت على حب الجمهور ليك. بس انت اخترت الفلوس انت وابوك اللي لعب لك في دماغك، واللي اكيد طلع له بعموله اكتر بكتير من اللي كان هياخدها في الزمالك. ففي النهايه احب اقول لك ان ايا كان اللي هيحصل في قصه زيزو، الواحد جاب اخره من الكوره في مصر. ولو الموضوع خلص على ان زيزو راح الاهلي، ما اظنش ان اشوف كوره تاني في مصر، لان المسرحيه اللي بقالها سنين دي بواخت وجابت اخرها معايا. عملت سيت اب حلو هيجي يشتري، جبت ناس شطار يساعدوك هيديهم اوفر اعلى. اي حاجه هتحرد في الارض وتطلعها هيقول لك والله ده شيء جميل جدا مش هريع من انتهى الموضوع. فانا هنا ما خليتش عمري نفسه، انا وهمت الناس ان في منافسه، وفي الاخر النتيجه معروفه. النتيجه دي مش نتيجه موسم، نتيجه التاريخ.